يا أهلا بأقوى ناس في قناة أقوى أفلام. بيبدأ فيلمنا مع كائن فضائي لونه أزرق بيقع من السماء، وإحنا لسه مش عارفين إيه السبب في كده، وبيحاول يمسك سلاحه قبل ما ينزل للأرض بلحظات. بنرجع بالزمن علشان نبدأ نفهم إيه الحكاية من أولها، وبنشوف المخلوق ده وهو طفل واللي بيكون اسمه ميجا مايند، وأبوه وأمه بيشيلوه وبيجروا بيه المكوك فضائي صغير، وده بيكون علشان كوكبهم بيتدمر وهم بيحاولوا ينقذوه، وبيدوله سمكة صغيرة واللي بيكون اسمها مينيون، وبيعرفوه إنها هتعتني بيه. وأبوه بيقول له أنت مقدر ليك، ومش بيلحق يسمع باقي الكلام لأن المكوك بيتقفل عليه وبينطلق في الفضاء، وبتكون واجهته لكوكب الأرض. وفي نفس الوقت في ناس من مجرة جلو بانك بتجيلهم نفس الفكرة، وبيبعتوا ابنهم الصغير لكوكب الأرض. وميجا مايند بيبص من المكوك وبيشوف قصر كبير واللي بتمتلكه عيلة غنية، وبيقول هو ده بقى المقدر ليا، أموت أنا في حياتي الرفاهية. بس يا فرحة ما تمت، في آخر لحظة المكوك التاني بيخبط في مكوك ميجا مايند وبيدخل مكانه، وميجا مايند مكوكه الصغير بيترمى في السجن، وبيبدأ يتعلم بقى من المساجين كل حاجة غلط، اللي هو انت حرامي اخويا حبيبي وكفاءة لكن حكومة انت فاهم بقى. وطبعا كل واحد من الاتنين بيبقى ليه مميزات مختلفة عن التاني. الاول كان بيقدر يطير وعنده قوة خارقة وشعره اصفر، اما ميجا ماين فزي ما انتم شايفين احبابي في الله كان ازرق وضعيف واقرع، واللي كان متميز بيه فعلا هو صنع الاختراعات المدمرة. ولما مدير السجن بيحب يحسن من سلوكه بيوديه المدرسة قريبة من السجن، ولما بيروح هناك بيكتشف ان الولد اللي اخد مكانه في اول الفيلم سبقه كمان للمدرسة، وبياخد مكانه في لفت انتباه زمايله بقوته الخارقة. ولما بيفكر ميجا مايند يعمل زيه بيصمم جهاز يعمل بيه فشار، ولكن الفشار بيولع وبيتعاقب وبيرموه في الزاوية، على عكس صاحبنا الخارق اللي أنقذ الوضع وأخد شارة المكافأة لحسن تصرفه. وميجا مايند كان كل مرة بيحاول يبهر فيها أصحابه الموضوع كان بيخرج عن السيطرة وبيتحول لكارثة، واتقال عليه كمان إنه شرير. وهو مقضي وقت فراغه في الزاوية اللي بيتعاقب فيها بتيجي في دماغه فكرة، وبيقول هم مش شايفيني شرير، أنا بقى مش هتعب نفسي علشان أثبت لهم العكس، لا أنا هكون أسوأ شرير في مدينة مترو سيتي. وفعلا بيفجر المدرسة وبيطرد منها، ومن ساعتها ميجا مايند والولد الخارق اللي سمى نفسه بعد كده مترو مان بتحصل بينهم معارك كتير جدا. وبيعدي الوقت وبيكون في احتفالية كبيرة لافتتاح متحف لمترو مان، وفي الوقت ده بيروح مدير السجن يدي الميجا مايند هدية، وبتكون ساعة وبيعرفه ان مترو مان هو اللي جايبها له علشان يشمت فيه، ولكن مدير السجن بتعجبه الساعة فبياخدها وبيمشي. وفي الوقت ده الساعة بتغير شكله لميجا مايند اللي بيكون مستخبي ورا الكرسي ومستني اللحظة اللي هيدخل فيها. ولما أمن السجن بيدخلوا المدير مكان ميجا مايند بياخد منه الساعة وبيطلع مكانه لأنه بيبدل شكله بشكل مدير السجن، وبيركب عربيته الخفية مع صاحبه مينيون اللي بنعرف إن هو اللي بعت له الساعة. طبعا مش بيعدي اليوم عادي كده، لازم يخطف الصحفية اللي كل مرة لازم يخطفها ويساوم عليها مترو مان واللي بيكون اسمها روكسان. وفي الوقت ده بيكون مترو مان بيقول كلمته في الحفلة وبيستعرض قوته قدام سكان المدينة، وبيقول كلام ملزق كده اللي هو من نوعية بجد أنا كل يوم قبل ما انام بفكر انا كنت هبقى عامل ازاي من غيركم ومن غير حبكم ليا، والحمد لله على الفقر والجدع. وبنرجع لمخبأ ميجا مايند بعد ما لبس بدلته الشريره، وبيسأل مينيون مساعده شكلي شرير يا اسطى، فبيرد عليه ويقول له شكلك يقرف، فبيقول له حبيبي تسلم. ولما روكسان بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه، والغريب بقى انها بيكون عندها عدم مبالاه بكل اللي بيحصل، وده طبعا لانها متعوده كل شويه ميجا مايند يخطفها، والموضوع بقى ممل بالنسبه لها. ولما يحاول يرعبها باسلحته بتعرفه هو هيعمل ايه من قبل ما يقرر يعمل حاجه، من اول التماسيح لغايه الاسلحه، وبتقول له انت بقيت متوقع جدا يا ميجا، فبيحس بالزعل فبتقول له بس عاش عليك بجد، حركه العنكبوت دي جديده. وكانت بتستهزئ بيه لما شافت عنكبوت نازل من السقف، وهو بيصدق انها اترعبت من العنكبوت ويقول لها العنكبيت عضه واحده منه يمكن ان تصيبك بالشلل، ومش بيلحق يخلص كلمته وبتكون نفخته في وشه. ولما ما بيلاقيش منها اي فايده بيحاول يبوظ الحفله على مترو مان، وبيعرض بس مباشر ليه وهو بيهدده بروكسان، واللي بتقول لمترو مان انه خاطفها في المرصد القديم. وميجا مايند اول ما بيسمعها بتقول على مكانهم بيفصل الاتصال وبيقول له ما تصدقهاش دي كدابه. طبعا مترو مان بيطير لغايه المرصد القديم بس مش بيلاقي حد هناك، وبيحس ان في خدعه في الموضوع. بيطلع ميجا مايند عامل نسخه من المرصد بالخشب علشان المرصد الحقيقي هيتدمر كمان ثواني من قمر صناعي بيستمد طاقته من الشمس. والغريب ان مترو مان بيكون مش قادر يخرج من المكان، وبيعرف ميجا مايند ان اخيرا عرف نقطه ضعفه وهي النحاس، وفي اقل من ثواني بيكون المرصد اتدمر بالكامل. وبعدها بنشوفه مترو مان وهو طاير في الهواء وما حصلوش اي حاجه، وبيموت ميجا مايند من الرعب، ولكن بيتصدم لما بيشوف ان اللي كان طاير ده كان الهيكل العظمي بتاع مترو مان، وبيتاكد انه مات. ومن وقتها ميجا مايند مفيش حد قادر يوقفه، والمدينه بالكامل بتبقى زي الخرابه من كتر التدمير والحاجات اللي سرقها منها هو وجيشه من الروبوتات. وبعد كده من كتر الرفاهيه اللي هو فيها يبدا يحس ان مفيش حاجه بتسلي حياته نهائيا زي الاول،
يعني هو عايش بدون اي هدف. مثلا الاول كنا نقوله ان هدفه انه يسيطر على المدينه وهو سيطر عليها، فدلوقتي هيبقى ايه هدفه بعد ما عمل كل اللي يتمناه؟ وفي الوقت ده بتكون روكسان في متحف مترو مان، وبيتصادف في نفس الوقت ان ميجا مايند بيكون هناك، وكان في نيته يفجر المكان وبيرمي ورد جواه قنبله، بس لما بيلاقي روكسان هناك بيخاف لا يقتلها هي كمان وما يلاقيش حد يخطفه، فبيشغل الساعه بتاعته وبيتنكر بيها على شكل برنارد عامل النظافه اللي شغال في المتحف، وبيقدر يقنعها تطلع بسرعه من المكان. بس هم خلاص خارجين، ميجا مايند بيسمع منها كلمه بتعلق في دماغه، وهي ان الابطال الخارقين بيصنعوا ومش بيولدوا، وبتجيله فكره وهو انه يصنع بطل خارق بنفس الحامض النووي بتاع مترو مان. وفعلا بيجيب هدوم مترو مان وبيقدر يستخرج منها الحامض النووي بتاعه، وبيقدر يحضر سلاحه اللي بيبقى فيه قذيفه واحده بس، واللي هيتصاب بيها هيتحول لبطل خارق. وفي الوقت ده بتتصل بيه روكسان على اساس ان هو برنارد، وبتعرفه ان هي قدرت توصل لمكان مخبأه السري، ولما بيسالها عرفت منين المكان بتعرفه ان هي لقت تحت المكان اللي خطفها فيه مشايه مكتوب عليها يا اهلا بيكم في المخبأ السري. بس كده بكل بساطه. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فبيقول لها خليكي مكانك لغايه ما اجيلك، وبيعرف انه وقع نفسه في مصيبه لما قرر ينقذها من الانفجار، ولبس الساعه بتاعته وتحول لبرنارد، وبيروح لها بسرعه وبيتصرف معاها على اساس انه مندهش من المكان، وبتفتح الستاره وبتشوف كل الخطه، وقتها بيقول اتفضحنا، وفعلا بتبدا تصور كل حاجه في المكان، وبتمسك السلاح بتاعه فبيحاول يمنعها، وفي الوقت ده بتطلع الطلقه منه وبتعدي في المواسير وبتدخل في مناخير المصور بتاعها، وبعد ما بتطلع مع ميجا مايند المصور بتاعها بياخدها وبيمشي، وبيكون متضايق بعد ما قالت على ميجا مايند المتنكر طبعا انه شريكها في التحقيق الجديد. وبعدها بتبدا تظهر صفات البطل الخارق على المصور هال، وبيكون ميجا مايند في انتظاره وبيقدر يقنعه ان هو مش انسان عادي وان هو جاي من الفضاء، وفعلا بيبدا يدربه على اساس انه يبقى بطل خارق، وبيطلع عينه، ولكن ميجا مايند مش بيستسلم وبيكمل تدريب فيه. وفي النهار بيكون متنكر على شكل برنارد وبيركب العجل مع روكسان، فبتحكي له انها كانت بتيجي للمكان ده مع ابوها وهي صغيره وكان نظيف جدا، بس دلوقتي مع الاسف بسبب ميجا مايند فالبلد بقت كلها زباله زي ما انت شايف، ومش بيكذب خبر، وبالليل بينظف المدينه كلها وبيرجع التحف واللوح اللي كان سارقها، واخيرا وبعد طول انتظار بيقدر يخلص تدريب هال علشان يبقى بطل خارق ويحارب ميجا مايند. وبالليل بيكون ميجا مايند بيتخانق مع مينيان اللي رافض انه يتعشى مع روكسان تاني، بس مش بيسمع كلامه وبيعرفه انه هيروح يقابلها غصب عنه. وفي الليله دي بتكون روكسان بتحاول تفهم خطه ميجا مايند الجديده، وفعلا لما بترجع شويه بتشوف بدله بطل خارق وبتفهم فعلا ميجا مايند عايز يعمل ايه، وبيطلع من وراها هال وبيشيلها وبيطير بيها من البلكونه، وبيطلب منها انه يتعشى معاها الليله دي فبترفض، وبتقول له بقول لك يالا انت خطفتني ما انقذتنيش زي مترو مان، وبيقول لها بسيطه يا ست، فبيقوم راميها وقبل ما تخبط في الارض بلحظات بيقوم لاحقها، وبرضه بترفض وبتقول له انت زي اخويا يا اسطى سيبني في حالي والنبي، فبيتعصب وبيسيبها ويمشي، وبتقعد تتعشى مع ميجا مايند المتنكر، واللي طبعا هال بيكون واقف بيتفرج عليهم من بره، وفجاه ايديها بتيجي على الساعه وبيظهر ميجا مايند على حقيقته، وبتسيبه روكسان وبتمشي، وده طبعا بعد ما بتكون اديت له كلمتين في جنابه. ولما بيرجع ميجا مايند لمخبأه السري بيبدا يجهز نفسه للحرب الشرسه اللي هتحصل بكره، وبيكون عامل روبوت قوي جدا، وبيجي اليوم التاني وبيفضل مستني هال انه يجي له عشان يحاربه، بيفضل مستنيه لساعات ولكن هال مش بيجي، فبيروح له البيت علشان يعرف فيه ايه، فبيتصدم لما بيعرف ان هال بقى هو كمان حرامي وشرير واستخدم قوته الخارقه في الغلط، لا كمان بيقترح عليه ان هم يعملوا فريق اجرامي سوا، فميجا مايند بيبدا يتعصب وبياخد الموضوع بشكل شخصي، وبيعرفه ان هو كان بيضحك عليه وهو ابوه الفضائي، ويعرفه كمان انه نفس الشخص اللي كان قاعد بيتعشى مع روكسان، فهال بيتعصب وبيطير وراه وبتحصل ما بينهم معركه قويه، وبينتهي ان هال قدر يكسر ازاز الروبوت بتاع ميجا مايند ويمسكه، فميجا مايند بيقول له عايش بجد والله قدرت تنتصر عليا، قبض عليا بقى والنبي ووديني السجن، بس بيكتشف ان هال عايز ينهي حياته، هال عايز يموته رحنا في داهيه، فبيتك على زرار احمر في الروبوت بيطيره بعيد عن هيل، بعد ما اكتشف ان هيل مش فارق معاه انه يحقق العداله، وكل اللي عايز يعمله هو انه يقتل ميجا مايند انتقاما منه على اللي عمله فيه، وبيكون ميجا مايند عامل خطه بديله وهو انه يحبسه في كوره من النحاس، ده طبعا علشان كان عارف ان قوته الخارقه زيه زي قوه مترو مان، بس بيتصدم لما بيلاقيه قادر يكسر كره النحاس بكل سهوله وبيخرج منها، وكل اهل المدينه بيكونوا فاكرين ان هيل بيحاول ينقذ المدينه من ميجا مايند، بس بيعرفهم الحقيقه وهو انه هيسيطر على المدينه مكان ميجا مايند بس، وفي نفس الوقت ده بيكون ميجا مايند راح عند شقه روكسان وبيتحايل عليها انها تفتح له، ولما بتسمح له يدخل شقتها بيقول لها ان انت كنت من اقرب الناس لمترو مان، فيا ريت تعرفيني ايه هي نقطه ضعف مترو مان غير النحاس، ولما بتقتنع بكلامه بتوديه لمخبأ مترو مان القديم واللي بيطلع المدرسه، ولما بيدخلوا بيحسوا بتجديدات في المكان، ده حتى كان في كاسه ميه على الترابيزه، ولما بيركزوا بيكتشفوا ان
وهي لسه ساقعة، يعني كان لسه في حد في المكان دلوقتي. ولما بيحاولوا يكتشفوا اللي جاب الكوباية دي هنا بيتفاجئوا ان مترو مان واقف وراهم وبيطلع لسه عايش وما ماتش في انفجار المرصد القديم، وبيبدأ يفهمهم انه زي في موته لانه مش عايز يعيش حياته كبطل خارق ويكون متسلط عليه الانظار في كل مكان يروحه، وبيعرفهم ان حياته دلوقتي بقت احسن بكتير. ولما روكسان وميجا مايند يحاولوا يقنعوه يرجع ينقذ المدينة بيطردهم بره البيت ويقول لهم انه خلاص مات ومش هيرجع تاني ومحدش منهم يحاول يرجعه. ولما روكسان مش بتلاقي حل بتحاول تقنع ميجا مايند انه ينقذ المدينة، لكنه بيقول لها انه عمره ما هيقدر يكسب، وبيكتئب وبيسيبها ويمشي وبيسلم نفسه للشرطة وبيرجع لحبسه الانفرادي تاني. بيبدأ يتابع احوال المدينة اللي فعلا هيل بدأ يدمر فيها ومحدش قادر يمنعه، ومش بيكون فارق له كل اللي بيحصل، بس بيتصدم لما بيلاقي هيل بيهدده انه هيقتل روكسان وربطها في اعلى برج في المدينة، فبيهرب من السجن بنفس الطريقة اللي استعملها قبل كده وبيروح ينقذ روكسان من فوق المبنى، وهو بيحاول يشغل هيل بفيديو مصور ثلاثي الابعاد. ولكن هيل لما بيشوف خدعته بيضربه وبيكتشف انه مش ميجا مايند اصلا وان هو السمكة مينيون. وفي الوقت ده بنشوف مترو مان راجع تاني وبيطارد هيل، وهيل بيكون خايف منه جدا، بس بنكتشف ان مترو مان ولا رجع ولا حاجة وان ده ميجا مايند، وكان متنكر بالساعة على شكل مترو مان. ولما الساعة حصل فيها عطل اتكشفت خطته، فهل لما بيعرف اللعبة اللي حصلت عليه بيفضل يطارده، ولما يحاول ميجا مايند يهاجمه بسلاحه هيل بيرميه ويرمي سلاحه لفوق. وبكده بنشوف اول مشهد في الفيلم لما شفنا ميجا مايند وهو بيقع وبيحاول يمسك سلاحه، وفعلا بيقدر يمسك سلاحه في اخر لحظة وبيجفف جسمه من المية وبيقع على شكل مكعب تلج. ولما بيرجع لطبيعته بيستخدم نفس السلاح اللي ادى لهيل قوة خارقة في انه يسحبها منه، وفعلا بيقدر يسحبها من مناخير هيل وبيرجع زي الاول. ومن الناحية التانية بقى الكل بيكون فاكر ان السمكة مينيون ماتت لما حاولت تدافع عن روكسان، ولكن ميجا مايند بيطمنهم لما بيكشف لهم ان هي محتاجة شوية مية بس وبترجع زي الفل، وبيتم القبض على هيل وبيتحط مكان ميجا مايند في السجن. وميجا مايند اخيرا بقى هو البطل الخارق بتاع المدينة مكان مترو مان زي ما كان بيتمنى وهو صغير. ومترو مان بقى قدر يعيش حياته بشكل طبيعي بعد ما عرف انه قدر يحول الشرير اللي كان طول عمره بيحاربه لبطل يقدر يعتمد عليه لحماية المدينة وسكانها. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الافلام. سلام. الحمد لله على الرأي والجدعنة كل عايز يبقى بس انا اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت.